الفنان عادل أدهم كان عايش في اسكندرية وتعرف هناك على بنت جميلة يونانية اسمها ديمترا. نشأت بينهم قصة حب قوية جدا. اتقدم عادل لوالدها علشان يتجوزها ولكنه رفض، ولكن لشدة حب ديمترا لعادل أدهم اتجوزته رغم معارضة أهلها، وعاشوا في اسكندرية. كانوا في بداية جوازهم سعداء جدا، ولكن بسبب كتر شغل عادل وضغوطاته أصبح عصبي جدا لدرجة إنه كان بيتعصب عليها ويضربها وبيعاملها بقسوة. ولكن هي كانت بتقابل القسوة دي بطيبة وبتسامح، لأنها كانت بتحبه جدا. وكل يوم على كده يفضل يضرب فيها وهي تتحمل. وبما ان كل انسان ليه طاقة، جت اخر مرة ضربها فيها وكانت في الشهر الرابع من الحمل. دخل نام صحى ملقاهاش، قال اكيد هي بتجيب حاجة ورجع اتأخرت. برضه فضل منتظرها لانه ضامنها وعارف انها بتحبه مستحيل تستغنى عنه، ولكنها اختفت تماما. سافرت اليونان وملقاهاش. عاش ادهم حالة نفسية سيئة، وبعد 25 سنة قابل عادل صاحبة ديمترا في الغردقة بالصدفة. قالت له ان ديمترا وابنه عايشين في اليونان، واديته العنوان. سافر في اليونان وعرف ان هي متجوزة وعايشة بسعادة مع جوزها. وراح لديمترا، قابلته مقابلة كويسة جدا وعرفته بعنوان ابنه اللي اصبح شاب عنده 25 سنة وعنده مطعم. راح علشان يقابله، ولكن ابنه قابله مقابلة فترة. قال له انه ابوه، قال له ابويا هو اللي رباني، وجه عشان يحضنه لكنه رفض حضنه. وقال له المعروف الوحيد اللي انا هعمله معاك هو اني مش هحاسبك على المشروب اللي هتشربه. اكتئب جدا عادل ادهم، وعاش فترة طويلة جدا في حالة اكتئاب، وتوفى بعد كده بفترة قصيرة.